وهنا جيت وجبت هاي القاصة ممكن تدخلك الجنة من أوسع أبوابها. وانتم مثل ما تعرفون انا ما اجيب لكم غير العملاق. تشتري هاي القاصة او الحصالة مثل ما تسمونها انتم، وتحط بيها 1500 يعني حسب امكانيتك، يعني يكون مبلغ ما يأثر على مصروفك، وهميا من الله يرزقك خلي بيها المبلغ اللي يعجبك، يعني شوية بحبحها مو تلطش على 500. لا شباب الشاقة وياكم تقدر تخلي بيها حتى ربع، لانه ربع على ربع يجمع. شباب شلون بهاي المعلومة؟ استمر على هاي الحالة او صدقني لما انا اقول لك ايش راح تسوي بيهن الله من فوق راح يرزقك. وبعد فترة هسه نجيب سكينة حتى نفتحها، وشو هاي تعارك وياها قوة يلا تنفتح. ما ادري تريد تعاندني ما ادري شنو، انتم ما عليكم حطوا لايك على ما تنفتح. بعد معاناة وجيبه بيكه واخيرا انفتحت. هسه نطلع الفلوس اللي بيها وشوفوهن قامن ينزلن كالمطر. صرت ابو كي يا شباب. بعد ما نصفطهن ونحسبهن وما دام احنا كنا نذبيها مبلغ قليل هسه نكملهن من يمنا وننطى هذن الفلوس الناس يستحقونهن، هم انه هن قليلات بس اكو كومه ناس محتاجتهن، مثل ما قال النبي محمد ارحموا ما في الارض يرحمكم ما في السماء. دير بالك السولف بيها خليها بينك ما بين الله. انا حبيت بس اشارك الفكره وياكم. سالما منعما وغانما مكرما هل أرى